لا نحن ما هيك، نحن ما لنا متطرفين. هي شغله خطيره كثير يا جماعه، يعني خلصوا كل الاساليب، راحوا حتى على المعارضه يلي كنا نسميها شريفه وظلوا زمان عم تناضل الاخ، فجاه حسوا يوصلوا له وشلون ما بعرف. انا قريت مقال على الفيسبوك انا ماني متاكد منه، في برلين تم اجتماع مع هيثم مناع عن طريق طبيب ما مذكور اسمه، وانعرض عليه شغلات معينه بناء على، فصار في حتى اختراق من هالموضوع حتى من اشهر الشرفاء اللي كنا محاسبينهم شرفاء. اذا استخدم كل الاسلحه، استخدموا اللف والدوران ودخلوا حتى بيناتنا وحاولوا كل شيء، هذا دليل على انهم ما بقى عندهم حلول. مو معناتها انه عندهم حل، ما بقى عندهم حلول. حتى اللي عم يقترح انه يروح ولا يساوي لجوء سياسي ولا يهرب، يعني حتى موضوع اللجوء السياسي مين بده يستقبله هذا؟ حتى ايران ما راح تستقبله. فاذا هو نظام ساقط منتهي 100%، واي نقطه ضعف او اظهار ضعف ايه والله الله يلعن روحهم حرام. مشان الشهداء اللي ماتوا هلا نحن نضعف، هلا دموا حطوا دمهم مشان نحن نضعف ونقول بركي في امل 5% يا سيد هيثم مناع ولا الرخري الثاني معه. اذا الموضوع بكره محسوم بالجامعه العربيه ان شاء الله، واذا الجامعه العربيه ما فهمت هالكلام حيظل املك بالجامعه العربيه ان شاء الله. نحن يا اخي احرار ميلانو ما بنتبع حدا الحمد لله، هو شغله لا هيئات ولا تنسيقيات ولا حدا ولا حزب. هاي نرجع بنقول مره ثانيه، احنا هون احرار ميلانو لا نتبع اي حزب، لا هيئات ولا هيئه تنسيقيه ولا كذا. نحن نمثل بس الشعب السوري في سوريا، الشعب السوري في سوريا اليوم كان عم بيرفع لافتات، وامبارحه اول امبارحه المجلس الوطني يمثلنا، لا يمثلوني. هيئه تنسيق رفعوا لافتات انه لا تمثلونا، ما يجينا حدا من برا، نحن ما نتبع اي حزب ولا تحت اي سلطه. نحن يا جماعه مثل الناس الشعب اللي عم يطلع في سوريا عم ضحوا لنا بارواحهم، نحن اقل شيء يمكن وفاء لهم انه نحن بس نردد صوت اللي عم بندهوا فيه بسوريا. نحن احرار اي انسان بيجي مشان سلطه الله لا يوفقه، وان شاء الله كل واحد بده مشان منصب الله لا يوفقه، كل واحد بيشتغل لنفسه الله لا يوفقه، اللي ما بيشتغل لسوريا من قلبه ورب كمان الله لا يوفقه، ما بدنا اياه. يا اخي العالم عم بتموت، كل واحد عم يقدم، امبارح 40 شهيد، اليوم نحن طلعنا 10، اليوم بجوز نروح ليوم 100، يعني العالم عم تقدم ارواح، عم تقدم اولاد، امبارح 5 اطفال منهم واحد رضيع 6، يعني شو اي واحد يمكن يتوقع يكون طفلنا، يكون اخونا، يكون ابو اختنا، اي انسان مننا يا اخي قسما بالله. لذلك نحن بس شوفوا للشعب بسوريا نحن بنردده، لذلك ما حدا يجي يقول لي هيئه تنسيق، ائتلافات، ما بنتبع حدا يا هيئات، قوانين، نحن ما لنا متبعين اي حزب، نحن هون حتى نحن ما احرار وبس، احرار وبس. نحن صوت الشعب السوري في ميلانو فقط، في ميلانو، في لومبارديا، في ايطاليا، اي انسان معنا بس صوت الشعب، نحن لا نمثل ولا حدا مثلنا. والسلام عليكم الاخير. عاد والله العظيم دوخونا يا زلمه يا جماعه حتى بمصر وتونس